مساء الخير. برج الثور. برج الثور الشهر ده مش بيمثل لك الاشهر السعيده، انا عارفه. خصوصا الشمس لما بتكون موجوده في مواقع هوائيه او في ابراج هوائيه بتكون مسببه لك شويه تعب او ارهاق. الشمس موجوده في برج الدلو الهوائي ومعها عطارد ومعها كمان بلوتو. الثلاثه موجودين في برج الدلو. بالنسبه لك احنا عندنا دلو، حوت، حمل، ثور. فبص انت عندك ايه، انت هنا عامله مربع فلكي معاك، الشمس عامله تربيعه فلكيه معاك. التربيعه الفلكيه دي بتحطك تحت المجهر، تحت المنظار، بتبقى مطلوب. الناس كلها بتتبعك، في متابعه، في مراقبه. تلاقي الناس كلها بتدور عليك وبتشاور عليك، اي حاجه بتعملها بتبقى ظاهره وبتبقى باينه. خلي بالك جدا جدا يا برج الثور من تصرفاتك في هذه الفتره، وخليك مركز في شؤونك وخليك مركز في احوالك عشان ما تخشش في مشاكل. الوضع ده مش بيستمر معاك كتير على فكره يا برج الثور، ما تقلقش، لانه اوريدي انت عندك ثور، جوزاء، سرطان. الموقع بيت العلاقات بالنسبه لك يا برج الثور اللي هو فيه تراجعات المريخ الفتره الحاليه، اتوقع ان انتم ممكن يكون عندكم مشاكل مع الشريك. مش لازم يكون شريك عاطفي، مش لازم يكون شريك عملي، اي نوع من انواع الشركاء اللي معاكم. يعني ممكن يكون شريك دراسه، شريك عمل، شريك غرفه، شريك منزل، شريك عاطفي. كل انواع الشراكه ممكن يكون نتوقع ان ممكن يكون فيها تراجعات او فيها قله او تقليل من الكلام. كل ده يتحل معاك ان شاء الله من بعد 6/2، لانه المريخ هيبتدي ياخد خطوته ويبتدي يمشي في تاريخه المظبوط ويمشي في طريقه ودايرته الفلكيه المظبوطه. هيفضل طبعا موجود برضه في برج السرطان، لكن هنا بيدي لك شويه انه الدنيا بتبتدي تفك معاك على المستوى الشراكات. لكن انا كل ده بقوله لك واحنا عندنا الشمس موجوده في برج الدلو. الشمس من يوم 21/2 ان شاء الله تنتقل الى برج الحوت، وهنا برج الثور هي موقع سعد بالنسبه لك، لان برج الحوت مائي اولا زيك، هنا بيديلك دعم. الحاجه الثانيه هو بيبقى عامل تسليسه معاك، يعني بيبقى عامل معاك انت بيت تحقيق امنيات او بيت تحقيق حاجه انت كنت بتتمناها يا برج الثور، وحاجه انت كنت منتظرها. بيبقى فيها رجوع بعيد او رجوع شخص من الماضي، بيبقى فيها مصالحات، بيبقى فيها توقعات حلوه بالنسبه لك. لكن ده من 21/2. لكن الفتره الاولانيه او الثلثين الاولانيين من الشهر انا برجح ان احنا نهدى خالص، ما يكونش في مشاكل، نحاول ان احنا نتجنب المشاكل القضائيه، نحاول ان احنا نتجنب اي مسؤوليات ماديه. يعني خلوا بالكم علشان ما يحصلش ان احنا ندخل مثلا في حته ديون، او ما نخشش في حته مثلا انه يحصل مشاكل في العمل فيحصل مثلا انتهاء عقد. حاول تهدي خالص امورك وتهدي نفسك وما تخشش في اي مشكلات على جميع الاصعده خلال الفتره الحاليه. اما على المستوى الصحي يا برج الثور، الحقيقه انا بقول لك خلي بالك، لان ممكن تكون بتصاب بصداع كتير، او ممكن يكون بيجي لك دوخه. خلي بالك، ممكن تستشير طبيبك لو انت بتمر بالحكايه دي، لانه انت معرض ممكن لحاجه صحيه بسيطه جدا جدا، لكن مش حاجه خطيره ان شاء الله باذن الله، وحاجه تعدوا منها على طول. برج الثور الشهر ده انا عارفه انه شهر تقيل عندك، شهر صعب، حاول تعديه بدون مشكلات زي ما بنقول، بدون اي دخول في اي معارك ملهاش اي لزوم، عشان تقدر تعدي ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه، وتقدر تدخل على موسم الحوت، ويبقى موسم سهل عليك ان شاء الله، ويبقى موسم كويس معاك ان شاء الله، وتقدر توصل فيه للي انت عايزه. ان شاء الله الشهر ده يكون شهر خفيف، لكن انا بحذر فيه بس من المشاكل، وبحذر فيه من الضغوط النفسيه، ممكن من قله النوم، من الصداع، من كل الحاجات دي ممكن تكون مؤثره عليك شويه. برج الثور، اتمنى لك شهر سعيد مليء بالخير وبالبركه وبالسعاده. كان معاكم ساره فوده، خبيره الفلك والطاقه والتربيه. سلام.